عامله ايه يا رينا؟ هيا نير. ايه اخبارك؟ الحمد لله. احكي لي عن معاناتك النهارده عشان نسجل الحلقه. عندي معاناة كبيرة جدا معاكي بصراحة. شكرا. انا هشتكي لكم واشهدكم. البنت دي بتضيع وقت وبعد كده تتهمني ان انا بضيع وقت، وبعدين هي عارفة ان انا شخص بينام بدري وهي بتخليني اسجل في اوقات متأخرة، فببقى نصي نايم ولا يعني عندي مشكلة. وبعدين ما بتعرفش تهزر يا جماعة، ما بتعرفش تهزر. هاي طالما دخلت في المود الجد خلاص كده. انا مش فاهمه يعني ايه الصعب في ان احنا نهزر مش بحفظ افيهات يا احفظي شويه. مش بحفظ على يا فكره لينا. طب هقول لك حاجه، انا مش بحفظ افيهات بس في حاجات فكك كده بقى. انت بتحفظي افيهات؟ انت اصلا بتتفرجي على كل مره مش باجيلك بلاقيكي بحفظ. بتتفرجي على حاجات تافهه. ايوه بس مش بحفظ يعني انا هتلاقيني انا بكريت افيهاتي عشان انت بتتفرجي على حاجات تافهه. انا كل اللي بتفرج عليه ازاي الناس قتلت بعض. ايوه والله العظيم. ازاي ده هرب بمصايبه من كل حاجه. تشايلد تروماز بجد. فاهمه يعني. بتفرج على حاجات جد قوي فصعب ان انا افصل. وبعدين على فكره في ناس هتلاقيها بتسمعنا لو انا هزرت هو هيتفصل. على فكره ما اعتقدش يا جماعه. طب ممكن يا جماعه ممكن بامانه عشان بامانه عشان بجد الموضوع ده ممكن بجد لو حد ممكن انا اهزر وانا بتكلم في موضوع جد ممكن يتفصل. ممكن ترفعوا ايديكم ممكن تقولوا لنا بجد في الكومنتات. لا بجد عايزه اثبت وجهه نظر. هي عايزه تقنعني ان الهزار في النص هيفصل المواضيع وانا مش مقتنعه بصراحه. على فكره انا بهزر والله في الطبيعي بس هزار سوداوي شويه يعني اللي هو لو حاجه ده بيضحك. مش ما لسه ما دخلناش قوي في ده بيضحك على لسه مش عايزه اخوف الناس فاهمه. يسمعوا طريقه الهزار يحسوا لو انتوا لا دي مجنونه بقى يعني. انا اسفه يعني بس انا شخص ليلي. حاول اسامحك. واكتر نشاطي بيبقى بالليل. طب ما محتاجين بقى نحل الموضوع ده عشان بطلي تجيبي مريم. مريم هي السبب. مريم قال لها وانا مالي يا لمبي. طبعا انت مش فاهمه. لا انا فاهمه على فكره. دي بقى بجد فاهمه. ماشي ندخل في التوبيك. يلا بينا. لينا والفلوس. انا عندي عقد كتير قوي بسبب فلوس على فكره بجد. انا شخص بيحب دايما يبقى مطمن ان في فلوس موجوده. انت كنترول فريك. اهو ده كده ده كده بس كمان في الفلوس انا معرفش ليه دايما بحس انه لو في فلوس موجوده على جنب انا هبقى تمام. طول ما فيش فلوس على جنب بخاف. فلما كبرت وكل ما بكبر موضوع ان انتي تحوشي بيبقى اصعب لان بيبقى في حاجات انتي مسؤوله تعمليها والتزامات وكده. فببقى بهرش. انا بجد ببقى خايفه. انا مهند حتى عارف الموضوع ده. انا تقريبا كل شهر ببقى متوتره وهو بيقعد يقول لي من قبل ما تخلصي لينا ما تقلقيش. لينا ما تقلقيش ان شاء الله هتتدبر ان شاء الله هنلاقي حل مش عارفه ايه. بس انا وانس ان انا ما فيش مبلغ متشال على جنب انا ببقى خايفه. ببقى حاسه انه في حاجه هتحصل دلوقتي وانا خلاص هتصرف ازاي. مع ان يعني ربنا يخلي لنا اهلنا وصحابنا وكده لو في حاجه urgent فعلا هيبقوا معانا. بس لا برضو انا مش ببقى مرتاحه. ببقى حاسه ان انا لازم ابقى عارفه اللي هو في فلوس بجد في الدولاب مثلا فاهمه. اللي هو في فلوس في البنك في فلوس في حته. هو انا عارفه ان احنا مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه كفلو. بس انا عايزه اعرف ليه يعني ايه اللي عايزاكي تفكري شويه. ايه اللي ممكن يبقى وصلك للمرحله دي؟ هقولك. هو ممكن يا حسن انا هدخل في حته قوي بس يعني ربنا يستر. كان في جزء منه ليه علاقه بطفوله يعني ان كان في insecurity مثلا situations معينه كنت حاسه ان احنا انت مش حاسه بالامان. تحصل ان كان دايما بيتقال انه احنا معناش فلوس او احنا الفلوس هتخلص فاحنا مش هينفع نعمل ده. فكبرت دايما حاسه انه الفلوس هتطمني. لو ما فيش فلوس انا كده مش مطمنه او انا كده مش هعمل الحاجات اللي انا المفروض في العادي بعملها. مش عارفه اجيب مثلا اللانشون اللي انا بحبه فاهمه. فانا فاهمه ان ده كان يعني بطريقه تربويه او هما بيحاولوا يوصلوا لنا حاجه او كده. يعني ممكن مسؤوليه بس يمكن وساعات ممكن اصلا الموضوع ما يكونش اللي هو بالكوبر ده يعني ان احنا مش هيبقى معانا فلوس او حاجه. بس فكره انه يعني دايما كنت حاسه ان انا مثلا
الحاجه اللي انا هجيبها زياده دي ممكن تخلينا تأثر مفلسين وهو لانشون في الاخر كانت بتخوفني. فممكن يكون هو ده اللي خلاني على فكره من وانا صغيره دايما بحوش. وممكن برضو زود ده الفاليديشن بتاع انه برافو انتي بتحوشي، فحسسني انه ايه ده، يبقى هو ده الصح، ان هو دي السايكل الصح. بالظبط. انت لما بتحوشي انت كده تمام، انت كده صح، طالما ما بتصرفيش فلوسك كلها انت كده صح. على فكره ده عمل لي مشكله في فترات في حياتي. هو انا عارفه احنا بجد خرجنا عن كل البوينتس، بس انت فتحتي لي حاجات كتير قوي بجد. مجرد ما اتكلمنا افتكرت يعني. انا ساعات كنت لما كبرت شويه بقيت باخد مصروفي مثلا بالاسبوع او كده، كنت بحرم نفسي من حاجات عشان ما اجيش الشهر اللي بعده بقى معيش فلوس. انا اكسبيرينس بتاعتي مختلف خالص، بالعكس. يعني انا كنت الشخص اللي اقدر احوش بس في الاغلب مش بحوش. اوكي. واصرف فلوسي كلها في اول اسبوعين. اوكي. واعيش عيشه يعني الكلب المزنوق في الاسبوعين التانيين. بس كان عندي حاجه يعني اديها لنفسي كبوزيتيف، يعني انا ما كنتش بطلب فلوس. بتصرفي كان بيبان على حالتي. يعني كان بيبان على حالتي ان انا حالتي صعبه. لا. كانوا بيشفقوا عليا ويدوا لي بعض المعونات. انا عكسك جدا. انا يعني ممكن لما بقيت في ثانوي مثلا كنت باخد مصروف كل اسبوعين او كل شهر. كنت انا كنت بعاقب نفسي. يعني خلصتي فلوسك دي بقى زي الكلبه من غير ولا مليم، لحد ما تشتري بقى حاجه من المدرسه، ما تجيبيش اي حاجه، خلاص انتي صراحه المدرسه بجد انا كنت ما باكلش وما اقولش ان انا فلوسي خلصت. حاسه ان ده شيء انا عندي فاهمه. انا عندي الحته دي. بس انا عندي دلوقتي يمكن كبرت كمان فيا اكتر، وكل ما بكبر حته ان انا مستحيل اطلب فلوس من حد مهما كنتي قريبه مني. برضه الموضوع تقيل قوي على قلبي. مع ان ما اتحطيتش، يعني ما مش حاسه ان اتحطيت في مواقف معينه في حياتي تخليني اخاف اطلب فلوس. او يمكن اتحطيت، لا لما افكر في الموضوع ممكن ابقى اتحطيت في انا مش عايزه اسمع، فاهمه هو انت صرفتي فلوسك في ايه، هو انت عملتي خلصتي فلوسك على ايه. بالظبط. بس انا فيا حته برضو ان هو لو انا في حاجه نفسي فيها قوي لا بجيبها، يعني بحب ابسط نفسي. اوكي. بس انا شفت يعني في حياتي شفت الاكستريمز في حوار الفلوس ده. يعني انا شفت ناس من عيلتي بخيلة قوي، وناس فعلا اكتر ناس كريمة في الكون. فيمكن ده خلاني عندي برضو الحاجة وعكسها، بس عندي وجهة نظر انه عادي احيانا الفلوس، ان هي فعلا الفلوس دي وسيلة ان انا ابسط بيها نفسي وابسط بيها الناس اللي حواليا. بس في نفس الوقت هي عبء عليا ان انا اطلب من حد فلوس، مع ان عندي ناس الحمد لله كتير اقدر فعلا زي ما انتي بتقولي اقدر اميل عليهم لو انا محتاجة فلوس او مزنوقة او كده. بس عندي فعلا صعوبة في ان انا اتعامل مع طلب الفلوس. وفي نفس الوقت عندي اريحيه جدا ان انا اصرف فلوس واستمتع بالفلوس بتاعتي، واصرف. انا one of my love languages يعني ان انا اشتري جيفتس واصرف على الناس اللي بحبها. تعرفه يعني انا كده برضو، يعني بحب قوي 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 اصرف على ناس في نفس الوقت على ناس مش يعني على نفسي. عامه انا قعدت كتير قوي 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 اشتغل على الحوار ده بجد. انه التو بوينتس اللي كنت بتكلمي فيهم، البوينت بتاعت انه اجيب لنفسي حاجه من غير ما احس بالذنب او ان دي حاجه مش اسينشال او كده. وتاني حاجه ان انا لو انا محتاجه فعلا فلوس اطلب، او مش لو بس محتاجه، لو في حد دوره في حياتي انه يديني فلوس. لا سيبك من جوزي، يعني دي ممكن باباكي جوزي دي ممكن اكون كنت خلاص يعني اوريدي تخطيت شويه الموضوع. لكن مثلا بابا انا يعني لا انا كان في اوقات انا بجد ببقى محتاجه فلوس، وهو كان انا لسه عنده في البيت، فهو كده كده واجبه ان هو يصرف عليكي. لا كنت بتكسف قوي 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 قوي. كنت بحس ان انا هبقى تقيله، وان هو اللي فيه مكفيه، وان المصاريف بتاعه البيت وبتاعه مثلا الجامعه ودراسه برضه اخويا والكلام ده كفايه قوي عليه وبتاع. يعني هو حتى بجد يعني ربنا يخليه، هو كان
عارف ان انا كده. فكان هو من نفسه كل فتره يقوم اللي هو ايه مثلا خدي دي او مثلا كنت مثلا بشتري حاجه فتبقى فلوس يقول خلاص خليها معاكي او لان هو كان عارف ان انا ولما بدات ابقى بروح للثيرابيست وكده قدرت ان انا اقول له بقى ده، يعني اقول له انا ما بعرفش اطلب، انا الموضوع بيبقى تقيل عليا، وانه يعني بدات اتكلم معاه في الموضوع انه اكيد انت خدت بالك ان انا ما بعرفش اعمل ده، وهو تفهم بصراحه ده وقال لي يعني بدا فعلا اللي هو اكتر بقى كمان من الاول ان هو ياخد باله ان انا فعلا ممكن ابقى محتاجه وما بقولش. ف مش عارفه ده يعني مسؤوليه. طب انت عارفه ان انا عندي بقى موضوع غريب، ان انا بحب جدا اصرف على نفسي في حاجات ممكن تبقى بان تافهه جدا بس لا انا عارفه ان انا هتبسط فهجيبها. بس الحاجات بقى الاسينشال اللي هي جزمه شنطه ما تجيبيهاش. ايه ده؟ انا العكس، ايه العبط ده؟ لا خالص. يعني انا ممكن اجيب لك اي 30 لازمه ده انا بقى دي قصه حياتي. انا ممكن اجيب كتب انا عارفه ان انا مش هقراها دلوقتي او مش محتاجاها، ممكن اجيب كاميرا، ممكن اجيب اي حاجه بس ما تجيبيش ما اصرفش على نفسي. ما اعرفش ليه، بس حاسه انه دي غريبه قوي لان انا مثلا انا عندي ايوه بجد انا عندي مثلا في البيت ما اقدرش اسمع حد بيقول انا نفسي في حاجه وما احسش الاحساس جوايا اللي هو انا هقوم دلوقتي اجيب له الحاجه دي. لا هو انا كده عامه برضه، بس بعد كده اجي انا في نفس ذات اليوم ما تجيبيش لنفسك في حاجه مهمه جدا انا محتاجاها. ماشي بس انت لنفسك يعني ممكن تجيبي نوت بوك. بحس بالذنب جدا. بس ماشي ممكن تجيبي نوت بوك بس ما تجيبيش هدوم. ما اعرفش ليه. يعني ممكن تجيبي مثلا دوكه ملونه بس ما تجيبيش شنطه. ده حقيقي. دي غريبه قوي يا نيره والله مش عارفه ليه. حاسه انا حتى بحاول افتكر انا حتى بحاول افتكر اللي بدا لا بس ممكن ابقى عارفه حاجه بجد. مثلا بابا كان عنده حته اللي هو ايه في حاجات معينه هو عادي جدا يصرف فيها الافات الالافات زي تكنولوجي الموبايلات الحاجات دي عشان هو بيحبها. فعادي ممكن اطلب منه بابا انا عايزه اكس بوكس يجيب لي اكس بوكس فاهمه. بس ممكن تبقى حاجات اسينشال تانية عايزه اخرج مع صحابي. ممكن ابقى رخمه واقول حاجه افتكرتها. ايه قولي. عارفه الاعلان اللي هو مش فاكره بجد الاعلان كان بيقول ايه بالظبط بس اللي هو عايز بلاي ستيشن خد بلاي ستيشن عايز كمبيوتر بماوس وكيبورد خد. انتي فكرتيني انا اسفه. ايوه بجد بس هو لا هو بجد والله انا فعلا ممكن لما افكر دلوقتي انا ليه عامله كده هو فعلا بسبب ان انا في حاجات كتير كانت مش essential مش حاجه مهمه قوي اتقال لي عليها وتبقى حاجات كبيره وحاجات ما توقعش اصلا ان انا في الطبيعي ممكن كانت لو انا طلبتها تجيلي بس بتجيلي بسهوله جدا. وحاجات تانية مهمه يعني مثلا زي ان انا اخرج خروجه مع صحابي اشتري حاجه معينه مهمه اتقال لي عليها لا. انا مش بلومه الصراحه عشان هو صرف في حاجات برضه وهو مش محتاج ان هو يصرف فيها بس هو النظره بتاعت ايه المهم وايه اللي مش مهم هي اللي اثرت عليك. ايوه يعني هي اللي باظت يعني انا اللي غلط فاهمه. فحسيت ان اللي فعلا الموضوع فضل مستمر معايا عشان كده اي ابريشيت جدا. انا بحس بالذنب لما حد يجيب لي هديه بس دي حاجه تانية يعني هو ليه تعبي نفسك ليه كلفتنا يعني ليه تصرف مع اني بحب اصرف على الناس بس انا بحب الهدايا بصراحه برضو. اي حد بيسمعني عايز يجيب لي هديه يجيب لي هديه عادي. ده تحت تهديد السلاح ده معلش انا بحب هدايا سوري. لا بس انا بجد حسيت اللي هو ايه انا دلوقتي شغاله على نفسي انه عادي عشان كده انا وانتي مثلا علاقتنا في تعاملنا في موضوع الفلوس ده بحبه اللي هو انا حرفيا بيجي عيد ميلادي عايزه يناير هاتيلي بيجامه مثلا بجد فاهمه. وفي الاغلب هتلاقيني بطلب منك حاجات اسينشالز لان انا عارفه ان انا مش هقدر اشتريها لنفسي. ونفس الكلام العكس انت ممكن فعلا تطلبي حاجه رفاهيات انت مستخسره ان انت تشتري فيها فاهمه. اللي هو مش هدفع برضو الفلوس دي في حاجه كده. بحس ان في حاجات اولى في الحياه. فنورماليز عادي ان انتوا تطلبوا من صحابكم هديه. انا عارفه ان في ناس شخصياتها الموضوع يبقى سهل لا بس في ناس بتحب المفاجاه لمجرد المفاجاه. فانا بدات اقتنع انه فعلا انت مهم ان انت يعني قولي لي مثلا عايزه حاجه كده او اديني اوبشنز وانا افاجئك
لا انا عندي واحده مثلا من صحابي بجد او اديني كاتيجوري وانا مش فارق معاها الهديه اطلاقا، هي فارق معاها ان هي عايزه تبقى سربرايز. انا بقى بخاف من السربرايز اصلا، انا مش بحب حد يفاجئني اصلا. انا عندي مشكله انه يعني مثلا قولي انك هتجيبي لي هديه بس قولي لي يعني فاهمه. اصلا هقول لك حاجه مثلا، هدي مثال مش حقيقي بس هديه. انا مثلا عندي مجات كتير قوي وبحب المجات جدا، بس انت لو جبتي لي مج تاني ما هو هيقعد جنب اخواته، فاهمه؟ انا مش قصدي حاجه، اي حد يجيب لي مج انا بحب المجات عادي جدا وهستخدمها يعني. ده انا بس مثال جه في دماغي فقلته. فده قصدي انه انت ممكن يبقى عندك حاجه مثلا انا واحده مش بتستخدم ميك اب كتير، فايتس نوت سمارت ان حد يجيب لي ميك اب، بس برضو ما هو انت ممكن ما تبقاش عارف، فعشان كده ما نسهلها على بعض. اسالني وانا اقول لك انا محتاجه ايه. يعني انا ممكن ابقى مثلا الفتره دي محتاجه زي ما انتي قلتي بيجامه، ممكن ابقى محتاجه مثلا كولرينج بوك، ممكن ابقى محتاجه مثلا دبابيس طرح جزمه واتيفر. فبحس انه الاسهل ان احنا نسال بعض، لانه انا برضو انا مش عايشه 24 ساعه. بصي هي خلينا برضو نقول انه الهدايا دي فن، فاهمه بجد مش عن يعني بالظبط. يعني هو بجد انا احيانا ببقى ماشيه كده احس ان الهديه دي للشخص ده، ايوه صح فانا بجيبها. بس في ناس تانية مثلا هي مهم بالنسبه لها ان في عيد ميلادها يجي لها الهديه الفلانيه، يعني يبقى لازم مرتبطه بمناسبه. انا بالنسبه لي مش بيفرق معايا خالص ان حد يجيب لي في عيد ميلادي، بس يفرق معايا او هتبسط لو حد شاف حاجه وحس ان هي شبهي وجابها لي، فاهمه؟ فوجهات نظر يعني هي بتفرق من شخص لشخص. بس هي فعلا غريب ان انت تبقي في حاجات قد ايه يعني الابرينجينج بتاعك او تربيتك في بيتك بتأثر على، حتى لو حاجات مايكرو جدا انت فاكره ان هي مش هتأثر، هي فعلا مأثره. لا عندك حق، صح. زي ما ممكن حد يبقى بالنسبه له مثلا الخروجات والسينما والحاجات دي تفاهه، دي حاجه تافهه ومش ما احنا عندنا تلفزيون في البيت وممكن نتفرج ونجيب اللب ونقعد وبتاع. بس حد تاني يبقى بالنسبه له لا، هو متعود ان هو دي حاجه هو بيروحها وبيصرف فيها فلوس وعادي. حد متعود ان احنا بنشتري هدوم كتير وفي كل المناسبات، حد تاني لا، طالما هدومي موجوده وسليمه انا مش محتاجه اشتري هدوم جديده. فهي فعلا حسب انت نشأت في ايه والفلوس برضو كانت سامحه معاكم بايه. يعني ممكن يبقى بالظبط، ممكن يبقى حد كان عنده رفاهيه ان هو عادي ممكن كل مناسبه يشتري طقم، حد تاني لا، كانوا يقدروا مثلا يجيبوا له تي شيرت بس، ممكن يقدروا يجيبوا له جزمه بس، كانوش يقدروا يجيبوا له طقم كامل. فدي حاجه برضو بتاثر ان انت لما بتكبري علاقتك مع الفلوس هتبقى عامله ازاي بالظبط. هل لما هيبقى معاكي فلوس هتجيبي وتصرفي على نفسك وعلى بعد كده اولادك وهكذا، ولا هتبقي برضو خايفه تبقي بتصرفي ببذخ؟ انا دايما انت عارفه ان انا انترستد جدا ليه البني ادمين بيختاروا طرق او حاجات معينه يتعاملوا بيها، مع ان ممكن يبقوا الاثنين مروا بنفس التجربه بالظبط، بس واحد يقرر ان هو يبقى وحش وواحد تاني يقرر ان هو يبقى كويس. او بشوف الموضوع مش شرط وحش وكويس، هو ممكن يبقوا اختلاف، مش شرط وحش وكويس. فاهمه، بس قصدي ده اتعامل مع الموقف بطريقه وده اتعامل مع الموقف بطريقه تانية. زي فكره مثلا ان انت تبقي اتربيتي في بيت انت شايفه ان باباكي او مامتك او حد اللي هو بيصرف عليكي واخد الفلوس دي كوسيله للضغط عليكي او للتحكم فيكي. وللاسف احنا شفنا نماذج كتير جدا، سواء في صحابنا في قرايب في ايا كان، او احنا نفسنا مرينا بنوعا ما حاجه من الحاجات دي. عارفه بدايتها بتبقى ايه؟ لو نجحت هشتري لك كذا، لو غلطت هخصم منك كذا. لا بصي حاسه ان دي ممكن تبقى وسيله تشجيع. لا طالما ربطتها بماديات لا هو هيربطها فعلا ممكن في السب كونشس ان هو ما عملش حاجه قيمه. بالظبط، انت مالكش قيمه لو انت ما وصلتش للجول ده، وان انت قيمتك بالفلوس. بس ممكن برضو يعني مثلا بنلاقيها في تحفيظ القرآن، مثلا لو حفظت الجزء ده انا هعمل لك حفله مثلا فلانيه او هعمل لك حاجه، ده تشجيع. لا سمعتي انت قلتي ايه؟ هعمل لك حفله. في ناس تانية عارفه بتعمل ايه؟ هديك 10 جنيه. فاهمه قصدك ده احتفال، وده ربطها بقيمه. هحتفل بيك انه انا مبسوط ان انت عملت كده وانت كمان مبسوط بنفسك، فاحنا هنشارك الانبساط ده مع الناس اللي حوالينا. لكن ان انا اقيمها بحاجه ماديه قوي
فلوس. لا بس في ناس على حسب الشخص. ما هو اقول لك ليه، لان في مثلا في بيوت بيبقى في شخص كسول وشخص نشيط كاخوات. فهقول لك مثلا يا لينا انت اختي تمام، هقول لك يا لينا انا هديكي 100 جنيه لو عملتي لي المطبخ. لا ده استغلال. لا هي مبسوطه. ايوه ما هي مبسوطه اللي هياخد ال 100 جنيه حقيره عشان هي اتعودت. ايوه بجد. ايوه بس فهي ممكن تبقى وسيله تشجيع عادي جدا. لا انا مش شايفه ان دي تشجيع، انا شايفه دي ابتزاز. معلش لا ده ابتزاز. ليه؟ لا ده تبادل منفعه. انا تجار. تبادل منفعه. انا شخص كسول قررت ان انا عارفه ان انت مهمه بالنسبه لك الفلوس. عشان تبقي فاهمه يعني. على فكره طب هقول لك حاجه، انا بحب الفلوس وانا كنت بعمل كده مع بابا. كنت بقول له عايزني يا مستبده. ايوه بس انا بتكلم انه ده انا شايفه ان ده وسيله تشجيع مهمه بقى بالنسبه لنا. ما هو ده بيكبر ماشي. هو انت ممكن تبقي دي حاجه ممكن تشتري كل حاجه. لا يعني مامتي مثلا كانت بتعمل حركه بس دي في منتهى الحب مع اختها. هي بتكسل مثلا في دورها، يجي دورها ان هي هتروق حاجه في البيت فتكسل، فتقولها تروحي انتي تعملي الحاجه دي واديكي مثلا جنيه. وقتها طبعا جنيه كان مبلغ. فماما تقول لها انا هعملك الحاجه دي بس مش هاخد منك الجنيه، وتروح تعمل لها. اوكي ده ليفل بقى احنا مالناش دعوه بيه. بس انا بكلمك ما شاء الله يعني بجد. انا لما كان اختها كنت اقول لها مش هعملها 1 جنيه هات 2 جنيه بقى. ايوه طب اعمل لك دي ودي كمان وتديني بتاعتك في ايه رايك؟ هفاصل معاها. بس يعني حاسه ان هو يعني على حسب برضو انت هتبصي لها ازاي، او يمكن على حسب طريقه تعاملك انت مع ابنك ده هو هيستقبلها ازاي. ما هي بتبقى عادي يعني انا مش بقول لبابا يعني انا مش هعمل لك كوبايه شاي بتديني فلوس يعني، بس مش قهواجي انا يعني. بس قصدي ان هي بيخلي عندك حب للماده. وده اللي بيكبر جواكي عدم الطمأنينة كل ما انت ما معكيش فلوس، او احساسك بعدم استقرار لو انت حالتك الماديه مش كويسه، او ان انت تبقي حاسه انك طول الوقت عايزه تشو اوف ان انت معاكي فلوس، او ان انت دي قيمتك في المجتمع او في وسط اللي حواليكي. حاسه اكتر حاجه بتاثر فيها حوار الداينامكس بتاعت بيتك وانت كده هتطلعي ازاي، يعني بتقدري الفلوس بشكل عامل ازاي. ان انت مثلا لو تربيتي في بيت زي كده فعلا بيتعاملوا معاكي انه انا هضغط عليكي بالفلوس، قيمتك كلها في الفلوس، او في حريتك كلها في الفلوس. ان انت بتبقي ممكن تطلعي بطريقه من طريقتين. يا اما انت شخص هترفهي على نفسك بشكل بزياده، اي فلوس هتيجي في ايدك هتصرفيها عشان انت حاسه ان انت اتحرمتي وانت صغيره من رفاهيه الفلوس ومن الفوائد اللي ممكن تجيلك من صرف الفلوس. او ان انت هتبقي دايما بتسعي ورا الفلوس لدرجه ان انت هتحسي انه يعني هل انا فعلا بسعى على حريتي دي، ولا انا ربطت نفسي بجول انا عمري ما هوصل له، لان عمري ما هوصل لليفل معين واقول انا وصلت انا ساتسفايد وانا حاسه ان انا حاسه بامان وحاسه ان انا في ليفل دلوقتي ما حدش يقدر يضغط عليا فيه. انا بجد طب انا يعني عندي سؤال، انا مش عارفه مين ممكن يساعدني في الاجابه عن السؤال ده، بس هل فعلا في ناس بتوصل لسقف تحس ان هي خلاص تمام؟ لا. فكرك حاسه ممكن توصلي للرضا ان انت تقولي الحمد لله انا عندي فلوس انف والحمد لله مش محتاجه حاجه، بس هتبقي برضه ستيل بتسيكي الاكتر. طبعا دي طبيعه بشريه يعني في كل حاجه على فكره. يعني انت دايما هتوصلي للليفل هتبصي على اللي اعلى. يعني الناس مثلا ما شاء الله اكبر عندهم مثلا 4-5 عربيات، بيوت في كل حته. اكاد اراهنك ان دول اكتر ناس بيدوروا على ليفل احسن، بدليل ان انا دايما كنت بفكر في ايه، انا دلوقتي تاجر مخدرات. لا حول ولا قوه الا بالله. بتقولوا قدامكم ان هي تبقى تاجر مخدرات ماليش دعوه، اعرفهاش. دون دراجز يا جماعه، انا ما اعرفهاش. بس انا دلوقتي تاجر مخدرات ماشي. انت تفتكري ان اللوجيك بيقول ان انا هعمل كام صفقه جامدين جدا اجيب بيها ملايين وهبطل؟ لا تفضلي عايزه تاني. بس انا حرفيا يعني طبعا عشان انا مش تاجر مخدرات في الحقيقه، بس انا من وجهه نظري يعني ان التاجر المخدرات ده هيوصل لليفل من الغنى فاحش، ومع ذلك هيفضل يدور على عمليات تانية ان هو يبقى اغنى واغنى واغنى. نفس الكلام انت هتترقي، هل بتوصلي لليفل معين وتقولي
الحمد لله كده انا زي الفل. هتوصلي لبيت معين وتقولي انت بتبقي فاكره كده وقتها. يعني كلنا كام مره دعينا بحاجه وقلنا يا رب انا مش عايزه هي دي اخر حاجه والله العظيم انا عايزه عربيه سوزوكي والله العظيم جيب لي بس العربيه السوزوكي كده. عايزه عربيه، انا عايزه جيب، عايزه جيب. ايوه والله بجد. فهو فعلا الانسان ده طبيعته، وهو ربنا عارف ان احنا. طب هل ده طمع؟ هو ده جشع كده، ده مش طمع، ده جشع. بس ده حاجه في قلبنا، يعني حاجه احنا اتخلقنا بيها. عشان كده برضو يعني في طرق تانية ان احنا نقدر نحارب ده نفسيا مع نفسنا. الصدقه، ان انت تدي للي حواليكي، ان انت يبان عليكي نعمه ربنا وتحمدي ربنا عليه. ايوه ويبان عليكي فعلا نعمه ربنا. يعني في ناس فعلا بالظبط، في ناس فعلا ربنا بيرزقها بيبان عليها، ودي حاجه انا عارفه الناس كتير بتفكر اللي هو طب ما انا هتحسد بقى طب انا ما اعرفش ايه، بس اللي رزقك بغباء يعني برضه، هو اللي رزقك عايز يشوف عليك النعمه، صح؟ انه فعلا ربنا رزقك. أيوة. وان انت فعلا بتصرف على نفسك مش بخيل. واسوأ صفه ممكن تبقى في الانسان البخل يا بوي. وعلى فكره اللي بيبدا ببخل الفلوس والله بيبقى بخيل في المشاعر وبخيل في بتدخل في كل بخل ده في حاجات تانية. انا اصلا في حاجات والله العظيم بحس اللي هو ايه، بديكي مثال يعني. انا اقول انا النهارده هتصدق ب 200 جنيه، وتيجي في لحظه التصدق ده تقولي طب ما ادي 100 جنيه، صح؟ ده كده كده. عارفه ان انا بقاوم نفسي ساعتها وبعمل اكتر عشان كنت لسه هقول لك. أيوة. عشان هو لا يا شطار مش هتتغلب مني. ايه رايك بقى ان انا 1000 جنيه عن ما حد حوش ربنا هيرجعهم لي. انا بعاند مع نفسي الاماره بالسوء اللي بتقولي ان لا تفقري كفايه او انت يا بنتي عندك مزنوقيات. ايوه الشهر ده مزنوق قوي والله، عندك حاجات اقساط وحاجات. لا ايوه بجد انت جايه يعني فعلا بعدها رايحه جايبه اكل اصلا بال1000 جنيه، وربنا بيبارك لك بجد في فلوسك. انت مش بحسبتك، يعني الفلوس عمرها ما بتبقى بحسبتك. صح. فعايزه نرجع تاني للموضوع ان انا مثلا لو اتربيت في بيت انا بالنسبه لي الفلوس دي وسيله ضغط. انا لما هطلع من البيتي انا كل اللي هفكر فيه الفاينانشال ستابيليتي. انا عايزه ابقى اندبندنت موت. انا عايزه اشتغل عشان ما احتاجش لجوزي ده اللي هو الله اعلم ممكن يبقى بيبقى اكرم واحد. دي حاجه مرعبه برضه. هو بجد ممكن يبقى اكرم واحد في الدنيا ربنا يرزقني بيه، بس انا عندي منتاليتي انه انا لازم ابقى فاينانشالي ستيبل، ولازم ابقى مستقله بذاتي، ولازم هو ما ياخدش ولا مليم مني. ليه؟ هي اصلا انا حاسه ان الحياه اصلا ما بقتش سهله انه يبقى انا فلوسي وحاجتي وهو فلوسه ويصرف يعني حاسه كده خلاص. انت بغض النظر انت هتتعاملي مع الفلوس مع جوزك ازاي، بس هي بجد انا قصدي ان انت ايفن if انت تعملي كده الدنيا unexpected بشكل مش طبيعي. يعني انت ممكن فعلا ربنا يرزقك بزوج مثلا كريم جدا، ويبقى انت من عيله غنيه جدا، وممكن جوزك ده يموت بدري وتلاقي نفسك لوحدك. وممكن انت بتسعي ان انت ما تبقوش محتاجين، تسعي ان انت تعلي من مستواكي، تسعي ان انت توصلي لابنك يبقى ولادك مثلا يدخلوا احسن مدارس وما اعرفش ايه، بس ما يبقاش هو ده تركيزك في الكون. اللي رزقك وانت فقيره هيرزقك وانت غنيه، اللي رزقك في وقت الشده هيرزقك وانت مش محتاجه اصلا. ف يعني يمكن حاسه ان ممكن ان احنا نتوكل على ربنا ونعمل اللي علينا، بس من غير ما نقلق قوي قوي بفكره مين هيرزقني، مين هيديني الرزق ده. طب افرض قدام حصل لي كرايسيس، هو حلو فعلا ان انت زي ما بتقولي ان انت تبقي محوشه وعامله حساب زي ما بيقولوا في الامثله يوم اسود ايه قرش ابيض ينفع في اليوم الاسود بالظبط. فانتي حلو ان انتي تبقي شخص مدبر وعامله حساب الحاجات دي، وما تصرفيش فلوسك بزغ وخلاص. ما هو ده برضو مؤذي وربنا نهانا عنه، بس في نفس الوقت هو قال لنا نبقى كريمين، ممكن قال لنا نتصدق، ممكن قال لنا ان انا ما نبقاش عبد الفلوس، يعني ما يبقاش الفلوس هي المحرك الاساسي في كل حاجه احنا بنعملها، فاهمه؟ بس فيعني محتاجين ان احنا نفكر في الموضوع ده بشكل اعمق. عايزه اتكلم معاكي في حاجه تانية كانت بتواجهني في صغري. احكي طلعي انتي عارفه انه يعني انا كان عندي مشكله انه
كنت بشتري حب صحابي بالفلوس. الله الله. كان عندي احساس انه ده يخليهم يحبوني لما هتديهم اكتر فكان في ناس هما طبعا كانوا بيستغلوا ده وما اعرفش اصلا هل هما دلوقتي يبقوا فاكرين ده ولا لا. بس كانوا لا عادي اللي هو اديهم فلوس ياخدوها، لينا اشتري لنا ده من الكانتين، لينا مش عارفه ايه، وانا طبعا حاضر. كان جزء مني ما بيحبش ابدا يبين ان هو معهوش، هو دايما انا معايا وانا عشان شخص شاطر وبيحوش فانا معايا فلوس بزياده والكلام ده. وفي نفس الوقت انه حبوني بقى، فيعني فاهمه. فكان ممكن ما اجيبش لنفسي بس اجيب لهم. قعدت في الفيس دي كتير عامه لحد ما ادركت انه ده استغلال، انه لا مش المفروض اعمل كده، لان جس وقت هم ستيل برضو كانوا بيعملوا حركات كتير قوي وحشه وتضايقني، واللي هو برضو ما اشتريتش حبهم. لما كبرت بقى ما راحتش ماشي، بس بقت بشكل تاني. بمعنى انا بحبك قوي قوي وانتي شخص مهم قوي عندي، فلو حسيت ان انتي بتبعدي بجيب لك هدايا انتي بتحبيها، مش عشان انا عايزه اجيبها لك، بيبقى في جانب فيا عايزه اجيبها لك، بس بيبقى بقى قفشت نفسي بعملها كذا مره، انه at some point بكتشف انه لا انا بعمل كده عشان انا عايزاكي، اللي هو بصي احنا قريبين، بصي انا فاهماكي ازاي، ارجعي بقى صاحبتي. او مش شايفه ان هي دي بسبب ان انتي ده نوع من اللوف لانجوج بتاعتك؟ لا هي مش. طب بتفرقي ازاي؟ هقولك انه مثلا انتي هنا يارا صاحبتي، انا وهي كويسين مع بعض، انا بحبك، فزي ما انتي ما قلتي انا معديه في حته شفت حاجه افتكرتك هجيبها لك، تمام، out of love language، ماشي. لكن لو انتي نيره خدتي جنب في مصلحه معينه مني. يعني لا مش مصلحه، خدتي مصلحه مني انا أيوة. بشتري حبك بالظبط. لاحظت ان انتي خدتي جنب شويه مني، او بداتي مثلا تبقي قريبه لحد تاني اكتر او كده، فبجيب لك هديه، بعدها ممكن بشهر اجيب لك هديه تانية، بعدها مثلا بكام اسبوع اعزمك على حاجه، فبتبقى constant ومفيش قدامها حاجه، يعني مش ان هي رايحه جايه، او ان انت مثلا بتديني another type of love language، او فاهمه، او ان احنا already صحاب. عارفه ده فكرني بايه؟ ايه؟ فكرني بالناس اللي في relationships والبنات اللي بتقولك كل ما يزعلك لازم يجيب لك شوكولاته، لازم يجيب لك بوكيه ورد، لازم يجيب لك معرفش ايه. انا بتضايق من الموضوع ده اصلا عامه. بصي هو ده بيبقى حلو بس مش ده بس. لا معلش يعني ثانيه، انا متضايقه تجيب لي بوكيه ورد هحطه في الفازه علاني ورا راسي. ما انا بقولك مش ده يمكن بس. عشان انا مش انترستد في الحاجات دي، بس بقولك ايه، هي نفس الكونسبت على فكره. يعني انت بدل ما فعلا تغير من السلوك كده، لا عارفه امتى هتبقى زي ما انت ما بتقولي؟ لما بتبقى استبزاز صح؟ ماشي. بمعنى انا مش هتصالح غير لما تجيب لي كذا، انا مش هتصالح. بس في بنات كتير قوي كده. اي ما بقولك دي كده لكن لو هو هيز تايب اوف ان هو يصالحك، ان هو يجي يقعد يتكلم معاكي ويجيب لك هديه، لا انا شايفه دي عادي، ماشي. بيبقى نوع من انواع ان هو برضو بيحبك. ايوه بس لازم يغير الحاجه دي، ما يجيش يديني كل مره ورد وشوكولاته لا ده هو ده استعباط، ده كده ده كده بيستسهل، ده حوار تاني بقى. لكن يعني انا شايفه لا عادي، يعني انا ممكن لو انا فعلا ضايقتك مثلا وانا ما بحبش ان انت تبقي متضايقه، فانا هاجي اصالحك مثلا يا ستي مش بتشوكلت حتى ولا بحاجه، بساندوتش مثلا انت بتحبيه، فاهمه، ولو ما تزعليش بقى وخلاص وبتاع بحايلك. انا بشوف ده حب عادي مفيش مشكله. لكن اللي هو بيبقى ان انا من الاخر بشتري زعلك، اللي هو انا جبت لك خاتم فسكوتي، جبت لك عربيه فسكوتي، ايه الشغل ده اللي هو زي الراجل اللي بيروح يكون ويجيب لها هديه ده؟ لا ده شغل عبيط قوي، يجيب لها خاتم الماس. الماس حرفيا. لا طب انت عارفه ان انا بحس فعلا يمكن احنا كمرحله يعني عامه مرحله عمريه بيعدي احيان استراجل كده. هو انا بس ممكن معلش انا اسفه والله جدا، انا اسفه. عايزه بس انوه على حاجه، ان احنا دول هيبقوا 2 episodes متسجلين 1 shot، عشان هم هيلاقوا ان احنا مش بنرحب ببعض تاني، مش بنفهم هندخل في الموضوع على طول. احنا يعني هيبقى تكمله كلام، وعشان ما تبقاش حلقه طويله فاحنا هنقسمها على حلقتين بس. كملي بقى ان احنا مثلا
حاجه هي هيلثي شويه، بس لو انت فعلا اتعاملتي معاها او ادركتيها انه احنا بنحس ب او لا، خليني اعيد صياغه الكلام تاني. يعني احنا مثلا لما بيبقى فيه فروقات كبيره ماديه ما بيني وما بين صحابي مثلا، دي بتعمل مشاكل كبيره جدا، سيئه جدا بجد قوي. مع ان بصي هو العلم بيقول ان احنا دايما الافريج من علاقاتنا كلها. يعني هتلاقي دايما هتلاقي في حد اغنى شويه منك طبيعي، وحد افقر منك شويه طبيعي. هتلاقي حد مهتم بصحته اكتر منك شويه، بس انت دايما الافريج. تمام. بس انا بتكلم بقى على الكيسز اللي انت بتتحط فيها في مواقف. زمايلك في الشغل مثلا زمايلك في شغل كل يوم هيطلبوا اكل من بره، وانتي كانت عندك مسؤوليات مثلا بتصرفي فيها مثلاً فلوس، فايفن حتى لو انتوا نفس الفاينانشال بس انت عندك مسؤوليات دلوقتي، واحد متجوز والتاني لا بالظبط، او مثلا ان انت مثلا بتدفعي قسط عربيه بس حد تاني لا، او فهي فعلا الموضوع ده على فكره بيبقى تريكي قوي، ان انت امتى اقف واقول للشخص اللي قدامي مش هعرف او معيش. بصي في معظم الحالات الناس مش بتقول كده. يعني نفسي الموضوع يبقى بسهولة ان انتي تقولي للشخص اللي قدامك والله انا كان نفسي ابقى موجودة معاكي في اكيد عايزة اتبسط، اكيد عايزة اصرف، اكيد عايزة ابقى معاكي، فاهمة؟ بس انا معيش فلوس تكفي ان انا ابقى معاكي في السيتويشن ده. فكرة انا في حاجة انا بستراجل من الحتة دي، بس في حاجة لمعت في دماغي. ايه؟ في حاجة لمعت في دماغي. انت عارفين ده برضو ممكن يكون ليه علاقة بفكرة ان انت يس بيرسون وان انت مش عارفة تقولي لا، او ان انت ربطها بالسيلف هورس. يعني انت شايفة ان انت قيمتك هتقل لو انت اعترفتي لحد قدامك انه انا معيش فلوس على حاجة. اصل انا لاحظت ان انا ممكن اضطر اجيب حاجات او اعمل حاجات I can't afford لمجرد فكرة ان انا مكسوفة اقول لحد لا.